يا بيراميدز احنا مش هنسيب لك الدوري بسهوله. انت في بطوله فيها النسر والمارد الاحمر، وانت ما تعرفش يعني ايه المارد الاحمر، بس انت شايفه من اول لما جيت من 7 سنين ومش عارف تاخد منه بطوله. والبطوله الصفيحه اللي خدتها كاس مصر او كاس عبور لاند بتاع الجبنه ما خدتوش الا في ظل غياب النادي الاهلي، عشان خاطر ما كانش فاضي يلعب او مش عايز يجهد نفسه. لكن انت ورينا هتاخد بطوله ازاي والاهلي موجود. وانا بقولها لك تاني، لو فضلت تكسبوا واحنا هنفضل نكسب ان شاء الله، وهناخد منكم الدوري في ماتشنا معاكم بيراميدز والاهلي. وافتكروا كلامي، وان شاء الله احنا بنقول لاي حد محروق من بن شرقي او امام، دول اللي هيجيبوا لنا الدوري ان شاء الله. وساعتها هنشكر الزمالك على مجهوداته العظيمه، وبنقول لكم اي لعيب عندكم مشاكل معاه تخلوه يطلع كوبري اكتوبر ينزل نزله الجزيره. تمام؟ خلاص انا عرفتكم العنوان. والنادي الاهلي مش محتاج حد يعرفه، غني عن التعريف. وتاني، اي لعيب الاهلي ما بيرنش عليه او بيفاوضه بيبقى بالنسبه له تاني محطه الزمالك، زي محطه مترو بالظبط كده لما تيجي تغير من الخط التاني. بس الزمالك بالنسبه لاي لعيب محطه تانيه. عشان ايه؟ عشان كمان يتشاف. يعني عشان الاهلي مش شايفه قبل ما يروح الزمالك او منفض له وهيروح الزمالك